وبالفعل راح ستيفن لماليفيسنت وقال لها على قرار الملك وطلب منها تاخد حذرها، لكن هي كانت زعلانة منه على إهماله ليها طول المدة دي، فاعتذر لها ستيفن عن غيابه وهي سامحته علشان بتكون بتحبه، وقعدوا بعد كده يتكلموا شوية مع بعض. لكن وهم قاعدين بيتكلموا بيديها ستيفن مشروب، ولما بتشرب ماليفيسنت المشروب ده بيغمى عليها، وهنا بنكتشف ان ستيفن ما كانش جاي يحذرها ولا حاجة، لكن كان جاي عشان يخدرها ويقتلها علشان عايز يبقى الملك. ولما أغمى عليها طلع ستيفن سكينة وحاول يقضي عليها، لكن بعد التردد الكبير ما قدرش يقتلها، لكن جات له فكرة مجنونة، وهي إنه يقطع أجنحة ماليفيسنت ويديها للملك كأنه هو قدر يقتلها. ولما بيجي تاني يوم بيروح ستيفن للملك وهو مع أجنحة ماليفيسنت، وبيقدم الأجنحة دي للملك وبيقول له إن هو انتقم له من الجنية وخلص عليها. فأول ما الملك بيشوف أجنحة ماليفيسنت بيفرح جدا، وبيقول لستيفن إن هو هيكون الوريث. وفي نفس الوقت ده بتصحى ماليفيسنت من فقدان الوعي اللي كانت فيه، وبتعرف إن أجنحتها اتقطعت. لو خيروك تدخل الجنة أو تأخذ $1,000,000، إذا اخترت أن تدخل الجنة ضع لايك واشتراك واكتب في التعليقات اللهم ارزقنا الجنة. أما إذا اخترت أن تأخذ $1,000,000 فلا تضع أي شيء. وبتبدأ تستوعب كل اللي حصل بالتدريج، ولما بتفهم اللي حصل ده بتنصدم من خيانة ستيفن، وبتفضل تصرخ وتعيط بشكل هستيري. ولما بتهدى ماليفيسنت من الحالة اللي هي فيها بتبدأ شخصيتها تتغير 180 درجة، والجنية الطيبة اللطيفة دي بتتغير تماما وبتتحول لشخصية سوداوية وشريرة، وبتقرر ان هي مش هتصدق اي حد تاني، وكمان بتاخد قرار ان هي هتنتقم من ستيفن وتندمه على كل اللي هو عمله فيها.